نحن منكم، نحن فيكم، نحن أنتم، نحن منكم، نحن فيكم، نحن أنتم. نحن في لحن شدوتم، نحن في دمع بكيتم، نحن في صوت هتفتم، نحن أنتم، نحن أنتم. نحن في لحن شدوتم، نحن في دمع بكيتم، نحن في صوت هتفتم، نحن أنتم، نحن أنتم. نحن في النور الذي أشرعتموه وسموتم، نحن في النصر الذي سرتم إليه وابتهلتم، نحن للحرية الحمراء نروي ما صنعتم. أيها الأبطال، أيها الأبطال، أيها الأبطال، في الشام عيون المجد أنتم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم نحن معكم. أيها الإخوة والأخوات، بعد الحركات الثورية تكون كل التيارات والتوجهات تتطلع لحياة أفضل لتصنع منها منظومة سياسية صالحة لكل من هو يسكن في تلك المنطقة الثورية. الحدث الأكبر في هذه الثورة المجيدة، ثورة سوريا، هو الائتلاف الوطني السوري، هو أهم هذه الأحداث في هذه الثورة. وكل حدث جديد تختلف فيه الرؤى والزوايا التي تتحدث عن هذا الحدث. نحن بدورنا في هذه الحلقة نتحدث عن هذا الائتلاف الوطني، ما له وما عليه، ومجموعة من الأسئلة التي سأطرحها على ضيف هذا اللقاء. معنا في هذا اللقاء الأستاذ مهنا الحبيل، الكاتب والمحلل السياسي. باسمكم جميعا نرحب به، فأهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم أستاذ طارق، سعيد بالالتقاء بكم وبرنامجكم الناهض بالثورة السورية في قناة المجد العزيزة. يعطيكم العافية. سنتحدث في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل عن الائتلاف الوطني السوري، المنظور الاستراتيجي. مرحبا مجددا أستاذ مهنا. لعلي أبدأ معك في أول هذه الأسئلة. لعل الدول العظمى والدول الكبيرة والتكتلات الكبيرة في العالم التي تسير يعني من خلال أجنداتها وأمورها بدأت تستجيب وبدأت تنظر لهذه الثورة على نهايتها تقريبا، وخصوصا هذه المؤتمرات، وخصوصا المؤتمر الذي عقد في الدوحة. ما هي قراءتك لهذه الالتفاتة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والمغفرة والرضوان لشهدائنا العظام في سوريا الذين مهدوا طريق هذا النصر الذي نراه إن شاء الله قريبا، وليس ذلك الله بعزيز. أخي العزيز، بلا أدنى شك أن هذه المحاور الدولية الشهيرة ذات النفوذ في مجلس الأمن أو في العالم اليوم، في العالم الشمالي كما يطلق عليه مقابل العالم الجنوبي، والتكتلات الإقليمية وحتى التكتلات الإقليمية العربية، عادة ما يحركها المصالح للمبادئ، وإن بقيت نسبة للمبادئ في العالم، في الوطن العربي أو العالم الإسلامي أو بعض الضمير الإنساني، لكن في الجملة هذه الكتل لا تتحرك إلا وفقا للمصالح وليس المبادئ. وبالتالي ما يجوز أن نسميه الاستنفار السياسي الداخلي لدول المحور الغربي كان ردة فعل وليس فعل. ردة فعل على ماذا؟ على الأرض، على الأرض، على ما يحصل في الميدان السوري الثوري والذي تحدثنا عنه قبل ذلك في دراساتنا. قلنا أن الغرب حاول جاهدا، وكما قال نعوم شومسكي في كلمته التاريخية أن موسكو تدير معركة لمصلحة الغرب وإسرائيل، عكس ما نظن. نعم، في بداية الثورة السورية. لن نعود لاستطراد التفصيل في هذه المسألة، قدمنا أدلة في وقتها، ولكن نعود لتحديدها كمسألة. محاولات غربية جاهدة لترك مجال لقمع الثورة السورية وسحقها فشلت. محاولات غربية وإسرائيلية لفتح المجال إلى حرب طويلة تستنزف الثوار قبل أن يسقط النظام. رأى الغرب حاليا عيانا وهو يرصد المواقع العسكرية بالأقمار الصناعية ويعرف كيف تغيرت خريطة المعركة من حلب
إلى دير إلى من حلب إلى حمص، إلى أحياء دمشق، إلى البوكمال، إلى العين، إلى كل هذه المواقع. وكيف أصبح كما قال العميد صفوة الزيات في تعبير عسكري استراتيجي دقيق: انتقل الثوار من حرب العصابات وحرب الاستنزاف إلى مهاجمة المواقع الرئيسية للنظام. أصبح النظام في حالة دفاع. فقط في الفترة الأخيرة يعني نحن ليس لدينا مجال لاستعراض الكثير من الأبعاد العسكرية التي نحملها على الأرض، ما الذي جرى للنظام في الفترة الأخيرة، ولكن كدليل مؤشر لهذا الوضع: كم موقع خلال أقل من 45 يوم الفترة الأخيرة سقط من خلال حصار الثوار لكتائب ومواقع عسكرية للنظام. انتبه، الثوار يحاصر النظام لم يستطع أن يصل لهذه الكتائب، كما هو الفوج 46 أخيرا الذي سقط. لم يستطع أن يوصل السلاح إلى مواقع النظام، ولذلك كان دائما مستعر على أهلنا في كل مكان، كما يحصل الآن في كل سوريا وفي دارية خصوصا من المذابح والفواجع المؤلمة، بهذا القصف الهستيري ببراميل TNT، لأن ليس له وسيط إلا هذا، وهذا الوسيط في عالم الحروب الاستراتيجي لا يمكن أن يضمن له انتصارا على أرض الواقع أبدا. نعم. فإذا الغرب أدرك هذه الحقيقة، وبالتالي أراد أن يعطي مؤشرات ورسائل أننا نريد أن نتعامل مع هذا القادم الجديد لضمان، سأذكر هنا مصطلح دقيق، لضمان ما يقبل لا ما نطلبه. وهذا هنا فرق، يعني هنا الغرب مضطر للتعاطي مع الثورة السورية لما يمكن أن يحصله وليس لما يمكن أن يطلبه، وبينهما فرق كبير. تحركت 3 عواصم معروفة: الرياض والدوحة وأنقرة، وكان هناك لقاء مكثف بين الأمير بندر بن سلطان مع الشيخ حمد أمير قطر قبل مؤتمر الدوحة، وكان هناك حراك داخل الثورة السورية، نقصد في المؤسسة السياسية الخارجية، وأن الثورة سيبقى لا شك جسمها الرئيسي الثوار وكتائب الجيش السوري الحر والتنسيقيات. كان هناك طبعا محاولات عديدة وبذلت من قبل مشايخ وشخصيات اجتماعية لتوحيد الثوار في مجال سواء يستوعبهم المجلس الوطني السوري أو في الائتلاف أو في مشروع آخر لم يكن مطروح الائتلاف الوطني السوري. موقفنا نحن كمحللين سياسيين مناصرين للثورة، وهذا سؤال يسأله جمهور الثورة، ويسأل أبناء الشعب السوري، ويسأله قادة الكتاب، ويسأله القوم الذين حملوا أرواحهم على أكفهم وبذلوها في سبيل حرية سوريا: ما هو الموقف من أي تحرك سياسي وقريب في المنطقة؟ الموقف ينطلق من مسألة أين مصلحة الثورة تعبر من هذا الحراك. فحينما يكون هناك مصلحة للثورة تعبر سياسيا فيجب أن يدعم هذا التحرك. ولا يوجد في عالم السياسة ولا في تاريخ الثورات ولا ثورة الجزيرة قتلت 130 سنة شيء اسمه أن تحقق الثورة دون أن يعقب ذلك. أتكلم عن الزمن المعاصر، ربما في فرنسا كان هناك اجتثاث كامل للحكم وحالة دموية حصلت بعد ذلك، لكن في مجمل الحالات الإنسانية يكون هناك مفاوضات، ليس مع الحكم هذه المرة فيما يتعلق بسوريا، لكن مع المحيط الإقليمي والدولي بالنسبة لنا يا أبا زياد، لضمان انتقال لدولة سوريا الجديدة الحرة بأقل خسائر ممكنة وأكبر عوامل وحدة واستقرار، خاصة بعد. إذن هذا هو الثابت السياسي الذي يجب أن يكون في مخيال جميع نعم هنا بالضبط العاملين في السياسة. فلو عدنا للمحور الأول، نعم أن الذي حصل أنه الغرب يعني أرسل رسائل واضحة، والمحور العربي هنا أيضا لديه قلق كبير، وبالذات الرياض
والدوحة وبعض العواصم، لأن مع الأسف يعني موقف العواصم الخليجية ليس يعني متفق، بعض العواصم لم يكن موقفها كما ينبغي مع الثورة السورية. لكن في نفس حديثنا أبو زياد، في نفس حديثنا فيما يتعلق فيما كان يراهن عليه الغرب من حرب استنزاف طويل الثوار، هذا اتضح أنه كان يضرب مكامن الأمن الاستراتيجي لدول الخليج العربي. فهل نحن كمناصرين للثوار من أرض الخليج العربي والله اقتضت مصالح هذه الدول أن تدخل لمصلحتها التي ستتحول لمصلحة الثورة السورية، نقبل بهذا ما دام نقبل، بل نطلبها وليس نقبل بها فقط. هذا هو الفقه السياسي والمبدئي في يعني نقبل. كيف يعني نقبل؟ نعم. عندما اقتربت الثورة السورية من الانتصار لا شك أنه حصل نفير عام. أنت تتحدث عن كلام حديث نتنياهو قبل العدوان على غزة من 3 أيام، أعلم بنفسه أننا رصدنا إسقاط الجيش السوري الحر لمواقع النظام، وأن الجيش السوري الحر الآن يسيطر على هذه المواقع، وبالتالي الحالة خطرة. وأعلم بنفسه نتنياهو عن نفير القطاع العسكري لقوات الاحتلال في الجولان. إذا بدأ الإسرائيليون بكل وضوح يعبرون هذا الأمر، ومن خلفهم الغرب ويتم تحت أمريكية. هم لهم أطماع الغرب ولهم مطالب في هذا الإطار، وللثورة السورية وأهلها وأمنائها مطالب. هل هناك مساحة؟ لا مساحة مع الوجود الإسرائيلي. هنا سأتحدث عن 3 عناصر. هناك 3 عناصر حتى يفهم أعزائنا المشاهدين والمشاهدات هذه القضية. 3 عناصر لا يمكن للثورة السورية أن تتنازل فيها، وسنناقشها بعد ذلك عند الائتلاف. الإقرار بالولاية السياسية للغرب، لأن الولاية العسكرية انتهت واتضح كل ما كان يقال وتحدثنا عنه في البداية أنه لا يوجد تدخل عسكري، وثلة من الأكاذيب يروجها الإعلام الإيراني وإعلام الهجر العربي المعادي للثورة، اتضح يقينيته، لم تكن هناك نية أصدها. لكن حتى الولاية السياسية للغرب مرفوضة وغير مقبولة وغير خاضعة للمفاوضات. لكن الولاية السياسية أبو زياد بمعناها الصريح، ولاية سياسية كأنك تضع البلد تحت الندب والوصاية، وليس توافقات على بنود أو في حوار. ولاية المطلقة. الجانب الثاني الإقرار بالوجود اليهودي في الأرض المحتلة كإقرار تشريعي، وليس مساحة أن حتى حماس فيما يتعلق بالموضوع لما كانت شروطها في عدوان غزة 2008-2009 ليست كما شروطها التي انتصرت الآن. إذا قبلت بالتدحر، لم تقرر الوجود الصهيوني على أرض الاحتلال، ولكن قبلت بهدنة وقبلت بالتفاوض على 20 سنة في هذا الإطار. إذا الإقرار بالوجود اليهودي كدولة. والأمر الثالث، البند الثالث، هو الالتزام بالإلغاء التشريعي للفقه الإسلامي لحق السوريين بتحقيق دستورية. كل هذه البنود الثلاث أخي، هذه ثوابت نسميها سورية. نعم، ثوابت مثل الثوابت الفلسطينية وغيرها. نعم، هي ثوابت. نعم، هي ثوابت. أنا بالنسبة لي ثوابت المفاوض السياسي. كل هذه لم يحصل أي تنازل فيها. طبعا فيما يتعلق بقضية مادة الدستور التشريع الإسلامي هناك اختلاف على الصيغة. هل لا يجوز لمواد الدستور أن تخالف نصا قطعيا للشرع الإسلامية، أو المادة التشريعية مادة رئيسية، وليس هناك خلاف على أن يكون دستور حقوقي يعطي مدني، بمعنى مدني ليس مقابل الإسلامي، مدني يعني يعطي حريات وكرامة الإنسان وغير ذلك. قصدي أن هذه الأمور قابلة للاجتهاد، والاجتهاد الظني، وقابلة أين إسقاط مصالح الشريعة عليها. هذه الأمور التي يجب أن نتعامل معها كما تفضلت بمسمى ثوابت حتى لا تطيش الصفحة. وكل يقول مؤامرة وخيانة فما حصل في تقديري أنا في مؤتمر الدوحة، خاصة في ظل الموقف الغربي الشرس والذي هو يتمثل في أمن إسرائيل وفي مصالح اليهود، ضغط في هذه ال3 المسارات ورفض
التحالف الإسلامي الوطني من إسلاميين ومشايخ ووطنيين، بعضهم حتى اتجاه علماني، ورفضوا الإقرار بهذه الجوانب التي كان يضغط فيها الغرب، واضطر الغرب على تفاهمات. هذه التفاهمات ليس، أنا قلت ليس من مصلحة الثورة السورية اليوم أن تعلن عندها حرب مع الغرب. نحن في الأصل ما عندنا حرب مع الغرب. الغرب عندنا الغرب معتدي علينا في قضايا ظلمنا فيها، وليست قضية استعداد لإعلان حروب من قبلنا. فكل ما يتعلق بتقرير المفاهيم أن الثورة السورية تسعى إلى إقرار استقرار ومدنية ورعاية مصالحها، هذه كلها قابلة للأخذ والعطاء، ولا يجوز أن يقال أن التوافق أو التفاهم أو طرحها يعتبر خيانة أو تقصير. فما بالك إذا كنت تتحدث عن شعب يتعرض لهذه الجرائم الدموية، والوصول إلى حالة سياسية تجتز. يعني الآن حتى الغرب وموسكو يعلمون أنه لا يمكن لوجود بقايا للنظام. فهل من الممكن أن نلغي كل هذا المصالح التي ترتب عليها إن تحققت بإذن الله عز وجل؟ والبند الرئيسي الذي نطلب ونشدد في الدوحة والرياض هو ضمان تسليح الجيش السوري الحر. عندما تنتقل الثورة السورية للتمهيد للدولة القادمة، هل ممكن أن نقول ببساطة لا، هذا لا نقبل به ولا نقبل بهذه التحالف المصالح؟ سندخل في هذه. إذا يعني نقول أنه العالم استجاب لأن أرض الواقع تلخيص. نعم. لأن أرض الواقع فرض على الدول الغربية والعظمى أنها تضطر للتفاوض. يعني ما كان فيه أصلا سابقا تفاوض، كان فيه سيد ومقود. طيب نأتي للمحور الثاني اللي هو يعني أنت تعرف أنه الانتقال من حالة إلى حالة يعني ستسبب ربما اضطرابات، لكن إذا كان هناك وأنا أتوقع هذا موجود من الناس يعني الذين العقلاء في ذلك، ما هو فقه الإسلام في يعني بعد نجاح هذه الثورات؟ صح. هل الإسلام رؤية معينة حتى ينزل هذا الواقع؟ وأن تعرف أن هناك فسيفساء في سوريا، وهناك تعددات كثيرة وأشياء كثيرة. ما هو فقه الإسلام بعد نجاح هذه الثورات، وما هي الرؤية الإسلامية؟ أحد الإشكاليات أخي في سطحية الفهم يعني المعاصر لشرائح من أبناء المسلمين أو حتى ممن يشتغلون بالخطاب الديني سمينا أو الإسلامي، أنه يتصور أن قوله أن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم القطعيتان الكبرى التشريعيتان العظيمة المهيمنتان بإيمان كل مسلم، تردادهما يكفي لتحقيق برنامج معايير سياسية كاملة، وليس في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا في نهج الخلفاء ما يعني أنك تردد هذا المصطلح دون أن يكون لك فضاء وحراك. والدليل أولا غزوة الحديبية التي اعتبرت الفتح الأكبر. فتقدير المصالح والمفاسد أمر واسع جدا في فقه الشريعة الإسلامية السياسي. نعم. فإذا قلت أنت أن في فقه الشريعة الإسلامية سياسة وأنها قائمة على كل شيء قادرة، فهذا يعني أنها قادرة على التعاطي مع مصطلحات كل عصر، ليس بالتنازل الأطراف والإخلال بالثوابت العقائدية، ولكن بتحقيق مصالح الشريعة ومصالح منتسبيها وأوطانهم في هذه المسألة. فعلى ذلك يجب أن يكون هناك نسبة حذر كبيرة، أن لا يقول أحد اختلف مع جماعة ثورية أو فريق من جماعة ثورية أو ائتلاف سياسي وائتلاف ثوري أنهم توافقوا هذا قال والله خانوا الشريعة أسقطوا شرع الله عز وجل، لأنك تحتاج ببساطة بلغة بسيطة إلى أنك أن تفهم ما الذي أسقط وما هي مفاهيم الشريعة في إسقاطها الكلي. هل هذه المساحة من الاجتهاد فضلا على ظروف النوازل الشرسة
هل هذه المساحة من الاجتهاد يجوز أن تطلق عليها في أي بلد من البلدان أو في سوريا أنها مسألة والله خيانة للشريعة وخيانة للقرآن وخيانة للسنة، أم أنها مسألة تقديرية اجتهادية لو تأملت بعمق؟ مع أن في مسألة مهمة جدا أبو زياد، وهذا والله آلمني فترة أخيرة. يعني مع الأسف سمعت مغردين كبار وغيرهم قرأتها يعني يتناقلون أخبار ويبنون تنظيرات وأسس تفكيرية وأسس سياسية وأحكام قطعية، والخبر ليس صحيح أو الخبر ليس دقيق. وعندما أقول يا أبو زياد الخبر ليس دقيق، هذا يعني أن نسبة منه ليس فقط نسبة بسيطة، نسبة رئيسية تقتضي أنك تغير منظورك للمسألة. فأنا أوصي الأخوان رفقا بسوريا وأهل سوريا ووحدة أهل سوريا وأهل الشام كلهم أن يترفقون يعني في هذا الموقف، وأن يدعمون إجمالا يدعمون التوجهات الوحدوية القادرة على أن تصمد. إذا الهدف الاستراتيجي الوحدة. نعم. وكل سياسة ونظام أو فكرة نعم. تدعم الوحدة هي من ضمن ما في شيء الأفعال من أصول فقه الشريعة. ولا تظن أن جماعات سياسية وثورية ستجتمع على تنحية الشريعة وإسقاط الثوابت الثلاثة التي ذكرتها. هناك مساحة اجتهاد وخلاف، هناك مخاوف مشروعة، هناك مخاوف مشروعة. ولذلك نحن نقول عندما تتوحد قوى الائتلاف أو قوى التحالف الإسلامي الوطني في داخل الائتلاف تزداد قوة وتزداد نسبة تأثير أي ضغوطات غربية في المستقبل. عندما تحشد القوى الإسلامية كلها السلفية والعلمية الشرعية والإخوانية والمستقلة والتقليدية والقوى الوطنية الحية من كل الطوائف تجتمع معها، بحكم أنها تعلم أن يعني بكل وضوح أبو زياد من قاد الثورة شباب لديهم توجهات إسلامية حتى لو لم يكونوا يعني يؤمنون بهذا، لكن الإسلام كان المحرك والمكون والدافع في هذا الإطار. وسواء كان اتجاه إسلامي سلفي إسلامي وسطي وطني اجتماعي، يعني شاب سوري حملة الحمية، هم كلهم يؤمنون بهذه الشريعة، ولكن ليست شريعة كما يصورها البعض. طبعا كما أثبت يعني الثورة السورية في عمقها ورحمتها بالطوائف، وإلا ما يقولون كذب لو كانت حرب طائفية مقابل حرب طائفية النظام. لا والله الآن سمعنا عن مجازر كبيرة جدا، لكن لم تسمع في يعني الآن وحدت الأمور. أي نعم. فإذا الوحدة في إطار هذه الثوابت والاجتهادات الرئيسية مطلب الآن على الجميع أن يسعى له لأجل. هل في ثوابت يعني سورية تعرفها أستاذ مهنا، يعني ثوابت يسعون من خلال جميع التيارات؟ هناك حقائق متفقين عليها. طبعا نعم هناك حقائق بعد الإسقاط، طبعا إسقاط النظام، نعم بعد البناء يعني مرحلة البناء. نعم. هو كل التيارات كل يعبر بطريقته، كل يعبر بطريقته أن هدف الدولة القادمة تضمن الحرية والحقوق والعدالة لدولة مستقرة قائمة على تشريع دستوري. هناك خلاف بتعريف الديمقراطية، هل هي ديمقراطية يعني يطول بنا الشرع؟ نعم. ديمقراطية المقصود الإسلاميين يقصدون ديمقراطية إدارية، والبعض يقصد ديمقراطية فلسفية، والبعض ديمقراطية تشريعية. لكن بالجملة هناك مفاهيم صدرت من شرائح إسلامية حددت مساحة كبيرة ممكن تلتقي عليها وقد التقى عليها يعني جملة من الوطنيين من أبناء الطوائف الأخرى، فتستطيع أن تقول ما ذكرناه من ثوابت دولة حرية وحقوق ومساواة وعدالة هذه متوافق عليها من كافة الأطراف السورية. إذن هذه تقريبا الرؤية الإسلامية. نعم. أنه يا ناس جمعونا لا تفرقونا أكثر. نعم. وحتى لا يتم الاختراق من نعم. الخارج يعني. نعم. واحتووا الاجتهادات. وإحنا سنتحدث مستقبلا عن ما المطلوب من الاتحاد نعم. الوطني السوري. قراءتك للمؤتمر مؤتمر الدوحة، ولو كان في شيء من تحت الطاولة يعني تحدثنا عنه. نعم. والله يعني لا شك أن كان هناك ضغوطات كبيرة جدا طبعا من الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. ودخلت روسيا في الخط؟ لا روسيا لم تدخل في الخط، حيدت. أي نعم. لكن كان باريس ولندن وواشنطن. وكان الموقف هو أن يعني مشارطة على ائتلاف، على الائتلاف لها علاقة بالبنود الثلاث اللي ذكرتها: الولاية السياسية،
الغرب ما طرح ولاية سياسية، لكن طرح يعني ولاية سياسية بطريقة أخرى. أمن إسرائيل الوجودي، هناك فرق بين أمن وجودي وبين هدى، اتفاقيات، إيقاف إطلاق النار. هذه مشروع شرعي. صلاح الدين بعد ما أسقط بعد ما حرر القدس وتقدم، فاوض الصليبيين على مواقع وانسحب منها. يعني المفاوضات هي وقتية. نعم. فكان الغرب يضغط بأن يكون إما أن تفعلوا أو أن لا ندعم. الموقف التركي السعودي القطري كان مختلف. وأيضا هنا نعود لفقه الشريعة. موقف ليس العجل، لا السعودية ولا قطر ولا أردوغان ولا حكومة تركيا تلقى إسلامية، لا، نتكلم عن منظور المصالح للثوار وأهلها. منظور هذه الدول تقول نحن لا نستطيع للغرب، نحن لا نستطيع أن نقول والله لا، ترى يعني ليس لنا استعداد أن تشعلون حرب في المنطقة، أن تؤون مجموعات تقوم بعمليات عنف في المنطقة الفلانية، أن تقرون نظم دستورية تطارد أصحاب الطوائف الأخرى، أن في يعني هذا حديثهم للثوار. ولكن هذه المساحة اللي يكون في حوار مع الغرب. أما نحن نلزمهم، يعني حديث الوسطاء العرب والأتراك أو هم الرعاة مع الغرب. أما نحن نلزمهم بأمن وجودي لإسرائيل ونصوص تقتضي يعني إسقاط الإسلام من الحياة الفكرية والسياسية للمواطنين السوريين، نحن نصنع ذلك. أنا أتحدث بالمعنى العام للتفكير. فبالتالي عندما تصل العواصم الثلاث، وطبعا الأمير سعود الفيصل كان على تواصل مع الرئيس مرسي بحكم أن فكرة الرباعية كانت ضمن حوار، فبالتالي كان كأن حرص من الثلاث عواصم أن مصر تكون حاضرة في هذا الأمر. فعندما تصل هذه العواصم إلى أن الغرب يضطر لأن يقبل بالممكن وليس المطلوب. يعني ونحب نعطيك دليل قوي في هذا الإطار. نأتي ونقول للثوار لا 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 لا، هذه خيانة ولا يجوز ولا تقبلون، ولا حتى لو دعمتكم قطر وتركيا. تركيا لديها أزمة كبيرة جدا، لأن الPKK حزب العمال دخل وأصبح يقوم بعمليات. فتركيا الآن حريصة على دعم الثورة أكبر من وقت ممكن. المصلحة حركك مبدأ، حركك مصلحة، أنا أريد إصلاح الثورة السورية. فما هو موقفي أنا كمحلل سياسي، موقفي كمناصر للثورة؟ طبعا أن الغرب اضطر، لا يستطيع أن يشرط المطلوب الآن، يعرف وهو يخشى. هو يخشى أيضا، هو قد يراهن على أن سوريا تعيش في حرب لا نهاية لها، لكن أيضا يخشى. فهل المصلحة أن تؤمن مصالح الشعب والثورة السورية من خلال دعم يعني إقليمي وعربي وتفاهمات بينه وبين الغرب، أم تقول لا فلتشتعل ونحن سنقاتل فرنسا في سوريا وسنقاتل بريطانيا وسنقاتل، وأصلا الأمر هذا لم يكن مطروح. إذن المصلحة هو تحقيق ما الذي تقضيه سلامة الثورة ومشروعها السياسي. هذا المدار هو الذي يعني كان فيه احتكاك داخل المؤتمر. وتقديري الشخصي أنا أن التحالف الإسلامي الوطني السوري وصل إلى حل ممتاز جدا، وهذا الدليل اللي قلت لك إياه. اضطر الغرب للقبول به مراغمة، والدليل أن أوباما تحفظ على تسليح الثوار وقال أن الجيش السوري الحر هو أعداء إسرائيل وأنا أتحفظ على وصول السلاح لديهم. الدليل أن فرنسا تراجعت عن مسألة إعلان التسلح وقالت أنها مسألة في بعض الأسلحة الدفاعية ولكننا سنطلب شروط. فالغرب لا يريد أن يفقد خطوطه في التفاهمات مع المعاون الإقليمي، وفي نفس الوقت يعرف أنه في نهاية الأمر أن مشروع الثورة السياسية الذي حقق مصالح أخرى سنذكرها. تحب نذكرها الآن في مؤتمر الكلام الوطني؟ ما فيش. طيب نذكرها. أولا، لأول مرة ضمت غالبية ساحقة التنسيقيات. المجلس الوطني السوري، المجلس الوطني، احنا رغم كل ملاحظات الإخوان
لابد لك أي ثورة أخي العزيز أبو زياد، لابد لأي ثورة من جسم سياسي. وأثبتت مفاوضات الدوحة أن المجلس الوطني السوري كان له دور كبير في حفظ أمانة الثورة. تقوى المجلس الوطني السوري، ضم مجموعات داخل أطياف الثورة السياسية، شخصيا مثل هيثم المالح ثوار رئيسيين انضم للائتلاف الوطني السوري ومع مجموعة. هذه المجموعات كان بالإمكان غير هيثم المالح يتواصل مع الغرب ويحاول أن الآن انضمت مع مجموعة والأغلبية وشاركت إخوانها في هذا الإطار. فهذه مصلحة كبيرة جدا. 2 تحديد رئيس انتقالي. وما الذي يعني هذا الرئيس الانتقالي؟ الشيخ أحمد الخطيب الجعفري، الشيخ أحمد الخطيب هو لأنه يعني من آل بيت، يعني الشيخ معاذ الخطيب، أحمد معاذ الخطيب، أحمد معاذ اسم مركب، معاذ الخطيب إمام الجامع الأموي وله قبول. هذه المرحلة مرحلة انتقالية، يعني من حق الثوار وتيارة الثوار بعد ذلك لهم رأي سياسي عندما يشاركون. لم يفرض، لكن ضمنت رئيس انتقالي تجتمع عليه سوريا في مرحلة انتقالية. نعم. ينتقل الكيان السياسي، لا تسقط الدولة وتتفكك، يعني يتفكك النظام ويطار. وأعلن عن تشكيلات مجلس قضائي أعلى، الوحدة المركزية للثوار في التسلح، وهذه أؤكد على مسؤولية الدوحة والرياض في تأمينها. نعم. والعلاقة بين الطوائف، لأن ليس من المصلحة أي إنسان. الشبيح اللي قتلوه الثوار بري سني في حلب مجرم، ففي شبيحة من العلويين ومن السنة وغيرهم. ولاحظت بعد المؤتمر ارتياح مسيحي كبير جدا ودرزي. العلويين عندهم قلق. جميل تحويل هذه التعدديات. فهذه حققها الائتلاف الوطني السوري. وأحمد والشيخ معاذ الخطيب الرئيس الانتقالي من عين سفير في فرنسا، عين منذر ماخوس اللي هو علوي مع المجلس الوطني السوري. رسالة. هذا لا يعني أن الثوار، أن أصحاب الميدان والتضحية، أن لا، نصيبهم محفوظ ولهم حق، سواء في التواصل والتأسيس أو فيما بعد الانتخابات العامة. لكن أنت في مرحلة انتقالية تحتاج، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد بن مسعود؟ خذل عنا إنما أنت رجل واحد. تحتاج أن تخذل من أعداء وأن تصنع قوة تحالف كما هو دستور المدينة صنع النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي هذا الائتلاف حقق فوائد كبيرة جدا جدا، وأصبح الآن العالم باعترافه هو الذي يقيم الحجة على نفسه. وانتزاع الاعتراف السياسي للثورات ليس سهل. الآن أمن، وذهب مجلس التعاون الخليجي إلى جامعة الدول العربية، وجاري الآن تسليم المقعد سوريا لهم، وفي الأمم المتحدة وغير ذلك. بينما لو هذا النظام اللعين سقط ولم تتم هذه التوافقات، هناك مستقبل مهدد. هناك مخابرات إيرانية، مخابرات إسرائيلية، مخابرات غربية شتى، مخابرات إقليمية ستلعب لعبتها، وكل يشعل هذا. فتأمين مرحلة حكم انتقالي بوحدة في تقديري هي مرحلة انتصار للثورة السورية بكل فاعل بكل توجهات. إذا أنت رأيت أنه هذا المؤتمر كان فعلا يعني السياج القوي جدا لعدم اختراقه مثلا سواء من الدول التي تريد مصالح الدول الغربية أو دول المنطقة كذلك. يعني بزيد أنا أقول الخلاصة من المؤتمر انتهت إلى تحقيق مكاسب كبيرة تتقوى بوحدة باقي الثوار معه، وتضمن تحييد هذه التدخلات. الآن إلى الآن حيد التدخلات، ونطلب التعاون للمزيد. هذا لا يعني لا تجد نوايا خبيثة، ولا يعني من الغرب، ولا يعني أن الغرب أن يحاول أنه إذا اكتشف أن هذا الائتلاف ليس من صالحه سيحاول يلغيه، يعني لكن أنه خرج الآن على السطح هذا نجاح للثورة. طيب ما الموقف من أولئك الذين يعني دعنا نقول لا إيجابيين مع هذا الائتلاف، وهناك تخوف من هذا الائتلاف، يعني أنه ربما يسرق الثورة، أنه تعددي، أنه في نهاية الأمر يعني كيف ترى أنت هذا؟ نعم. يعني ما موقفنا منه حتى كلنا نحن، حتى اللي خارج الإطار أو الصندوق. بالضبط.
يعني خلنا نتكلم عن من هم خارج جسم الثورة، سواء من العرب، كل سوري داخل جسم الثورة، كان نتكلم إجمالا من هم خارج جسم الثورة من العرب ومن المشايخ وثم انتقل للداخل. أنا أقول لهم أولا تحققوا فتبينوا، يقول الباري عز وجل، تبينوا، لا تستعجلون لا تستعجلون. وسأذكر حادثة مؤلمة يا أبو زياد حتى نعرف ما الذي تقتضيه قضايا الاستعجال وقضايا الإعلانات بالخيانة. صديقي الشخصي الشيخ نجي الله عطاء الله، وزير خارجية أول حكومة المجاهدين الأفغان التي تم التوافق عليها بالاتحاد بينهم، ونائب حكمتيار قلب الدين حكمتيار الزعيم الأفغاني المعروف، عندما سقط انسحب الروس، كان عملية يعني سقوط نجيب الله أيام. الصراع ما بين المجاهدين هو الذي شكل هذه البقاء. يقول طرحنا مشروع سياسي وتوافق عليه حكمتيار، وذهب كل إلى ربه ورباني وغيرهم. ومع ذلك يقول قبل أن وقع الاتفاق، يقول احنا 11 في المكتب التنفيذي الحزب الإسلامي، ثم يقول قال حكمتيار انسحب وقال أن هذه مؤامرة وفيه أيادي تدخل غربية، فعلمنا بخطورة هذا الأمر واستقلنا 8 منه. محصلة الأمر بدل أن يدخل حكومة بجد ويوحدون، وحتى ولو كان عندك صراع سياسي، حتى لو كان تدخل سياسي، تستطيع بفعلك السياسي أن تؤثر، لكن تضمن المصالح الكلية للشعب. الذي حصل بدل ذلك أن كابل قصفت، التي كان فيها أحمد شاه مسعود من حكمتيار، ثم دخلت حالة المجاهدين. من هو المخطئ؟ ألف باء بعد ذلك، حتى الانتكاسة اللي وصل إليها دخول القوات الاحتلال الأمريكي. أنا مقصودي أن الحديث بأن هناك مؤامرة وهناك، هذا خطير، ويجب أن ندرس دراسة سياسية ولا نتعجل في هذا الوقت، لأن ما عاشوه الأفغان من حروب ما بعد هذا الاتفاق اللي نخذ حروب مؤلمة أكيد، وذهب فيها يعني ضحايا بمئات الآلاف. نعم. يعني اعذرني معنا الآن مداخلة من الدكتور عبد الكريم بكار، وهو الكاتب الإسلامي والمفكر الإسلامي المعروف وعضو هذا الائتلاف. مرحبا بك يا دكتور. الله يحييك، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. الدكتور تحية لك ولضيفك الكريم صاحب الأيادي البيضاء على الثورة السورية. الله يعطيك العافية. خيرة وعطاء ومساهمة وترشيدا وتوجيها، جزاه الله خير الجزاء. الله يعطيك العافية. دكتور، يعني الآن الائتلاف حوله أسئلة كثيرة حقيقة. أنا لن أحجر عليك في السؤال، يعني أريد أن تحدثني عن مساره السياسي الآن. كيف يعني ترى مسار هذا الائتلاف الوطني السوري، مساره السياسي من حيث أشياء كثيرة؟ يعني بعضهم يقول قد يخترق، بعضهم يقول لا يتعامل معه بشكل إيجابي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الحقيقة أنه عدم التمكن من إجراء انتخابات في الداخل يجعل كل الائتلافات، كل المجالس، يجعل شرعيتها منقوصة، ويجعل تمثيلها أيضا منقوصا للثورة وللناس في الداخل. ولكن كلما استطعنا أن نوسع دائرة الممثلين للداخل، كلما اكتسب شرعية أكثر. في الائتلاف يعني ليس هناك ولا سطر مخبأ كما يقال، في هناك وثائق سرية ووعود وأمور، حتى من الناحية الدستورية والقانونية. ما يستطيع أحد الآن يعطي وعود على أي شيء ويلزم بها حكومة منتخبة في المستقبل. هذا غير ممكن، هذا غير ممكن وغير مقبول ولا قيمة له، وأيضا هو غير موجود. يعني نحن الحقيقة النظام عبر 50 سنة من التخريب دمر كل أشكال الثقة عند السوريين، دمر ثقتهم بأنفسهم، دمر ثقتهم ببعضهم، دمر ثقتهم بالمستقبل. والمسار السياسي للائتلاف هو مسار واحد. طبعا المجلس الوطني له 40% تقريبا من المقاعد أو أكثر قليلا
في الائتلاف. بمعنى هذا ليس نسخا لدور قديم واستحداث لمعارضة جديدة، نفس المعارضة هي ولكن هناك توسيع للممثلين. جاء 14 شخصا من الداخل من كل محافظة واحد يشكلون الحراك الثوري في الداخل وضموا يعني وهم أعضاء في الائتلاف. في بنود أساسية موجودة في الائتلاف توضح مساره السياسي بشكل عام. أولا لا مفاوضات ولا حوار مع النظام. الأمر الثاني ينبغي إسقاط النظام برموزه وأركانه وتفكيك مؤسساته العسكرية والأمنية ومحاسبة المسؤولين عن الدماء. هذا أيضا موجود في بنود في النظام الأساسي للائتلاف. الحكومة أو الائتلاف. أيضا الائتلاف تنتهي الائتلاف، يعني كانوا يقولون والله في وثيقة القاهرة وفي وثيقة العهد الوطني وهذه تؤسس لعلمانية الدولة والائتلاف ملتزم بها. هذا كله غير صحيح. الائتلاف عنده نظام أساسي للحكومة المؤقتة ولنفسه وللمجلس العسكري وللجنة الحقوقية. في كل هذه الوثائق الأربعة التي وقع عليها جميع أعضاء الائتلاف، في كل هذه الوثائق ليس هناك ولا حرف واحد يشير إلى وثيقة العهد الوطني أو إلى وثيقة القاهرة. هذا الائتلاف هو ائتلاف لإدارة الثورة وإدارة هذه المرحلة، ولا شأن له بالدستور القادم ولا شأن له بالحكومة الانتقالية. هذا الائتلاف منصوص أيضا في النظام الداخلي أنه ينتهي عند سقوط النظام وتشكيل وانعقاد مؤتمر حوار وطني. هذا المؤتمر الحوار الوطني هو يشكل حكومة انتقالية، وهو يشكل لجنة لصياغة دستور جديد، وهو الذي مع الحكومة الانتقالية يؤسس يعني يهيئ الانتخابات. فالائتلاف حقيقة ما له علاقة بالمرحلة الدائمة، لأني أنا رأيت من بعض الإخوة ومن بعض الكتائب من يقول أنه هذا الائتلاف والله يؤسس لدولة علمانية. هذا كله كلام لم يجري الحديث فيه في داخل الجلسات اللي أنا حضرتها كلها. لم يجري فيه حديث عن هذا الموضوع، لأنه أصلا ما في دستور. في وثائق الائتلاف. لأنه أصلا ما في دستور يعني دكتور، يعني باقي ما كتب الدستور مرحلة متأخرة جدا. لعلي أسألك السؤال الثاني، يعني ما موقف الدول الكبرى يعني كالولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها من هذا الائتلاف، وهل حاولوا الضغط يعني بشروط معينة؟ أول شيء أنا أريد أن أقول ليس هناك شيء، نعم ليس هناك شيء مخفي، يعني شيء من تحت الطاولة كما يقولون غير موجود، لا قليل ولا كثير، لا قليل ولا كثير. ونحن في الاجتماعات لم أشعر أبدا أن أي جهة غربية ولا غير غربية جاءت لتقول افعلوا كذا واتركوا كذا. هذا أيضا لم يحصل. الغرب إذا أراد منطقة مستقرة وإذا أراد أيضا أن يفكر بمصالحه فطبيعي هو يريد يكون في هيئة سياسية قوية. ونحن إذا تقاطعت لنا مصلحة مع مصلحة الأعداء أو الآخرين فهذا لا يعني أن نترك مصلحتنا لأنها تتقاطع مع مصالح آخرين. أنا ضد أن يكون للعسكر دور في الشأن السياسي، وأنت حينما تعطي المال والسلاح لرجل تحوله إلى أمير حرب، وهذا ليس في مصلحة البلاد لا الآن ولا في المستقبل. وبالتالي فنحن لنا مصلحة أنه كل النشاط العسكري يكون تابع للمجالس المحلية الموجودة ويكون مدار أيضا من قبل هيئة سياسية، حتى لا نعاني كما عانى غيرنا. الآن إخواننا في ليبيا رصدوا 10 مليار دولار للخلاص من الأزمة التي وقعوا فيها نتيجة انتشار السلاح يريدون إنفاقها على مدار 5 سنوات. فالقضية ليست صغيرة، ولذلك من الآن لما نكون عندنا هيئة سياسية قوية، عندنا مجالس محلية قوية توجه الشأن المدني والعسكري، أعتقد أن هذا ضرورة ملحة، وأعتقد أن الائتلاف يعمل على هذا الآن. نعم. السيد الدكتور عبد الكريم بكار، مفكر الإسلامي المعروف وعضو هذا الائتلاف، شكرا جزيلا لك، ونقول لك إن شاء الله ستعود بخير بإذن الله عز وجل. نعود لك يا أستاذ مهنا على الكلام هذا الواضح جدا، يعني من داخل قاعة المؤتمر ائتلاف، اللهم أنه وسع دائرة المشاركة السياسية تقريبا،
أموره واضحة جدا، ليست حكومة ثابتة ولا عندها دستور ولا شيء، إنما هي يعني كحكومة انتقالية تسير الشأن العام. نعم، تعليقك على هذا؟ أولا أحيي فضيلة الشيخ عبد الكريم بكار، والله نحن مقتبطين في المشرق العربي بهذا المفكر العظيم، ومرتبطين عادة مفكرين يكون بعضهم يعني رتمهم بطيء في التعامل مع الثورة، ثم شيخنا الجليل الشيخ عبد الكريم بكار حامل الراية في الإرشاد والتوجيه والمصارحة، ويا لها من المصارحة، هي يعني عنصر نحتاجه يعني في سوريا، ونحن أكرمنا الله بهذا الشيخ الجليل في الخليج كما أوضح لك الشيخ. ولكن كمحلل سياسي استراتيجي أقول لك عندما ذكرت لك عن المفاهمات بين الغرب وبين العمق الإقليمي، أكيد الغرب لديه تصورات، نعم، قال لك الشيخ أنها لم نقبل، لم تطرح عليهم ولن تطرح مباشرة بهذه الصورة، ولكن ما يهمنا في حديث الشيخ أنه يؤكد على أن الضجيج المحرم الذي لا يجوز إشاعته ليس له صحة فيما اعتمده الائتلاف الوطني من مقررات. الأمر الثاني، لا يوجد أي توجه دستوري لعزل الشريعة ولا ربط سوريا بمحاور غربية. الأمر الثالث أن هذه إدارة انتقالية ببنود محددة تنتهي بعد أن تستكمل مرحلة إسقاط النظام وتقيم مؤتمر الحوار الوطني وتبدأ تشكيلات وحكومة انتقالية. بالتالي المشاركين من الثوار ومن المشايخ ومن أصحاب الاتجاهات، أنت الآن في ميدان سياسي، تفضل. هل هذا الوضع كوضع هذا النظام الذي فعله، أو المخاطرة بوضع جزئي، أو زج البلد في حالة لا سمح الله من الفوضى الدموية وما أشار له من بعض الإشكاليات اللي قد تقع على الثوار؟ فالآن نحن الآن فرصة، أمام فرصة نستفيد منها. وكما قال الشيخ التقاطع الغرب خضع للتقاطع ولم يطلبه، مضطر في نهاية الأمر هو يعرف. فمن مصلحة الثورة السورية أن تلتقط يعني هذا الخيط، وكل مخلص وصادق أن يدفع لهذه الوحدة. طبعا هناك مسؤوليات، وأنا الحمد لله يعني كما تعلم حلب بعد ما صدر بعض الكتائب اجتمعت، ولكن لواء التوحيد أكبر ألوية حلب على الإطلاق أصدر بيان وأعلن حلب دعمها الائتلاف السوري، وأصلا كان هناك ممثلين للجيش السوري الحر في نفس المؤتمر، لكن ما نقول كلهم حضروا وكلهم. فأنا حقيقة أشدد على هذه النقطة، وأقول بوضوح الصراحة، ليس من حق أحد أن يختطف الحديث باسم الحالة السلفية. الحالة السلفية أصيلة في سوريا وأصيلة في الثورة وقديمة ولها شراكة ولديهم تفاهم، لكن هذا الضجيج الذي يجريه البعض أو أيضا أعذر بعض الشخصيات الذي استمع وأن هذه الثورة اختطفت كما قال لك الدكتور عبد الكريم وقر دستور علماني، عندما يتحقق هذا نعم سيصل إلى مرحلة قناعة بأن الآن الواجب الانضمام. وطبعا أنا سعدت أن الشيخ معاذ الخطيب باشر التواصل في الداخل، وكما يعني أنا اقترحت دراسة يعني قادمة سررت العزم أنه ينتقل للداخل، بعض المكاتب تكون في الداخل، فهذا أمر يساعد جدا الائتلاف الوطني السوري أن يكون قريبا من الثورة، وكان سيضطر أن يكون موجود في الخارج ونشاط سياسي كبير له خارج. لعله ما بقي معي يعني كثير من الوقت، يعني 5 دقائق نعم. المطلوب من الائتلاف يعني نعم. هناك مخالفين له، نعم. مطلوب من هو من مطلوب يعني من الرياض والدوحة ورسائلك يعني النهائية. يعني حتى قال ما بقي إلا دقيقتين الله يعينك تضغطها شوي. طيب 3 بنود رئيسية مطلوبة من الائتلاف الوطني السوري. الأول، يجب أن نكون واضحين أن لا يزال ضمان الإمداد العسكري لتقليل ضحايا النظام وإسقاطه في أسرع وقت مطلب رئيسي، فإمداد الجيش السوري الحر بتوافقات تنسيقية قد يعني أمر مطلب رئيسي يجب أن لا يغفل عنه. الدوحة والرياض مسؤولين، لأن الغرب لا يثق فيه ولا يثق في تسليحه، ولقطر مبادرة تسليح نوعية في ليبيا
غيرت موازين الحرب. نتمنى أن تكون في هذه الأيام، مع أن الثوار الآن الحمد لله في حالة تقدم كبيرة. الجانب الثالث يعني الذي أنا أتحدث عن بنود سريعة يحتاجها الائتلاف الوطني السوري، مد الجسور والتواصل والحوار مع كل الشخصيات، وبالذات المتحفظة وبالذات الحالة السلفية. الشيخ معاذ الخطيب يمد الجسور وإيصال، وأنا متأكد أن كثير من أصدر تحفظه يعني عندما يستمع لما شاهد شيخنا الشيخ عبد الكريم بكار وحقيقة ما جرى وما بين ما ينقل، سيعرف أين يجب أن يضع أقدامه لتثبيت المشروع الوطني السوري بإذن الله هذه المرحلة. ولكني مناشدة أخيرة لأصحاب الفضيلة المشايخ والدعاة لدينا أن يدعمون الوحدة الائتلافية، وأن يطمئنون أن هذه المسألة ليست كما يصور البعض، يعني تجمع فيه شخصيات وطنية وإسلامية ومشايخ يستطيع تلعب بهم، أنهم يعطون ثقة لتوحد السوريين ويدعمون اجتماعهم وتنسيقهم. ومهما بلغت الخلاف المشربية والفكرية مهما بلغت، لا يوجد ثمرة كما أن تخرج سوريا بعد هذه التضحيات الدماء لعرس الشهداء إلى دولة حرية واستقرار. وقطعا سوريا تؤمن بربها وسيكون إسلامها الحاضن الدافع لهذا الشعب ولهذا المجتمع، دولة مدنية حقوقية للجميع. نعم، ولعله يعني في نهاية الأمر لن يكون هناك أي دكتاتورية يتوقع في سوريا بعد ذلك، لأن خلاص الناس بوحدتهم بوحدتهم ولكل واحد أنه يشارك سياسيا ويتحدث ويتكلم ويغير ويطرح أرواح مختلفة حتى ويطرحنا. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد حبيل الكاتب المحلل السياسي على هذه الحلقة الرائعة. أشكركم كذلك أنتم أيها الإخوة والأخوات على طيب المشاهدة. ألتقيكم في الحلقة القادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. نحن منكم نحن فيكم نحن أنتم، نحن منكم نحن فيكم نحن أنتم. نحن في لحن شدوتم، نحن في دمع بكيتم، نحن في صوت هتفتم، نحن أنتم نحن أنتم. نحن في لحن شدوتم، نحن في دمع بكيتم، نحن في صوت هتفتم، نحن أنتم نحن أنتم. نحن في النور الذي أشرعتموه وسموتم، نحن في النصر الذي سرتم إليه وابتهلتم، نحن للحرية الحمراء نروي ما صنعتم.